السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل إنك داخل جوه دماغك، بس دي مش أي دماغ، لأ، دي نسخة سرية فيها ملفات محدش في العالم يعرف محتواها غيرك. وتخيل إن أول ملف تفتحه يكون مكتوب عليه تحذير. المعلومات اللي جاية هتغير نظرتك لنفسك 100%. أهلا بيك في حلقة جديدة من دماغ تاني، الحلقة اللي هتعرف فيها 10 حقائق نفسية مرعبة وغريبة ومذهلة، وكلها مثبتة بدراسات علمية، لكن عمرك ما كنت هتتوقع إنها حقيقة بالشكل ده. لو أنت مستعد تدخل أعمق نقطة في عالم النفس البشرية، اضغط لايك واشترك وخليك مستعد، لأن دماغك هتشغل مود الانبهار. يلا بينا نبدأ. الحقيقة رقم 10: دماغك بيكذب عليك وانت مش واخد بالك. تعرف ان دماغك كل يوم بيكون ذكريات جديدة، هي مش حقيقية اصلا. ايوه، ذكريات مزورة، لكنه بيخدعك انها حصلت فعلا. اسم الظاهرة دي فولس ميموري، يعني الذاكرة الخطأ. ودي مش مجرد نسيان، لا، ده دماغك بيملى الفراغات بمعلومات هو اخترعها عشان القصة تبقى منطقية جوه دماغك. يعني لو في لحظة معينة قلت أنا متأكد إن حصل كذا، وكل الناس قالت لك مفيش الكلام ده، الغالبية أنت اللي غلط. العلماء اكتشفوا إن الدماغ لازم يكمل الحكاية حتى لو بالتأليف. وعلى فكرة ده السبب اللي بيخلي الشهود أحيانا يغيروا شهادتهم بدون ما يقصدوا. غريب مش كده؟ الحقيقة رقم 9: الإنسان بيفضل الحقيقة حتى لو كانت مرعبة. على عكس اللي الناس فاكراه، العلم أثبت إن الإنسان أغلب الوقت بيفضل يسمع الحقيقة الباردة القاسية أكتر من إنه يعيش في راحة خداعة. في دراسة مشهورة لما ادوا للمشاركين فرصة يعرفوا حقيقة حزينة أو يفضلوا ما يعرفوش، أغلب الناس اختاروا المواجهة. مخك بيقولك عيش في الوهم، بس قلبك عايز الحقيقة مهما كانت مرة. وده السبب إن محتوى الأسرار والفضايح دايما بيكسر الدنيا، لأن الإنسان بطبيعته عاوز يعرف حتى لو هيتأذي. الحقيقة رقم 8: دماغك بينفصل عن الواقع 47% من وقتك. عارف اللحظة اللي تكون ماشي وفجأة تلاقي نفسك هو أنا كنت بفكر في إيه؟ أو فجأة تفتكر ذكريات ملهاش علاقة بالمكان اللي انت فيه؟ ده لأن عقلك في حالة شرود أو مايند واندرينج. والعلم أثبت إن الإنسان بيعيش نص يومه تقريبا خارج اللحظة الحقيقية. تخيل، 47% من يومك ضايع في اللاوعي. وده مش مرض ولا حاجة، ده نظام تشغيل الدماغ الطبيعي. الحلو بقى والمذهل في الموضوع ده، شرود العقل مرتبط بالإبداع. يعني أكتر أفكار عبقرية حصلت للناس جت في اللحظات دي. فلو دماغك بيشرد كتير، ممكن تكون عبقري ومش واخد بالك. الحقيقة رقم 7: عقلك بيتعامل مع الرفض زي الألم الجسدي. عارف شعور إن حد يطنشك أو يكسرك أو حتى يرفضك، سواء في شغل، علاقة، أو حتى صحوبية؟ العلماء اكتشفوا إن الرفض الاجتماعي بيشغل نفس مراكز الألم اللي بتشتغل وقت الإصابة الجسدية. يعني جرح في قلبك بيساوي جرح في إيدك. بالنسبة للدماغ كله شبه بعضه، وده سبب إن كلمة واحدة ممكن تؤذيك أكتر من خبطة. وعشان كده الرفض بيوجع، بيوجع بجد. الحقيقة رقم 6: دماغك بيشوف المستقبل قبل ما يحصل. فعلا الموضوع مش خرافة، العلماء سموه predictive processing، اللي هو دماغك مش بيستقبل اللي بيحصل وبس، دماغك بيتوقع اللي هيحصل قبلها بثواني. ده بيفسر حاجات كتير. ليه ساعات بتحس انك شفت الموقف ده قبل كده، وليه احيانا بتكمل جملة حد قبل ما يقولها، واحيانا تتوقع ملامح الطريق وانت سايق. عقلك مش قاعد ساكن، ده عامل سيميوليشن، محاكاة مع العالم طول الوقت. الحقيقة رقم 5: الإنسان ما يعرفش يركز على حاجتين في نفس اللحظة حتى لو فاكر إنه بيعرف. انت فاكر نفسك مالتي تاسكر، متعدد المهام يعني. الحقيقة لأ، والصراحة مفيش حد على الكوكب
يعرف يعمل كذا حاجة بتركيز واحد. اللي بيحصل اسمه تاسك سويتشنج، يعني دماغك بينط بين كل مهمة والتانية بسرعة، وده بيخلي مستواك يقل وتركيزك يقع وأخطائك تزيد. عشان كده لو بتذاكر وبعدها تفتح الموبايل، انت فعليا بترمي مجهودك على الأرض. ولو بتشتغل وتسمع حد بيتكلم، أدائك بينزل 40%. عقلك مش سوبر كمبيوتر، عقلك أذكى من كده وأبطأ من كده في نفس الوقت. الحقيقة الرابعة، الإنسان بيصدق المعلومة اللي بيسمعها 3 مرات حتى لو كانت غلط. الكذب لو اتكرر بيتحول لحقيقة في دماغك، اسمها illusory truth effect، تأثير الحقيقة الوهمية. وده السبب إن الإعلانات تعيد نفس الجملة، والسياسيين يكرروا نفس الكلام، والشائعات بتنتشر أسرع من الحقائق. دماغك مصمم إنه يربط التكرار بالثقة، ولو سمعت المعلومة مرة واتنين وتلاتة، عقلك يقول أكيد صح. وهنا أخطر نقطة، دماغك مش بيبحث عن الحقيقة، دماغك بيحب يريح نفسه. الحقيقة رقم 3، دماغك بيعشق الناس اللي بتحكيله قصص. عقل الإنسان ما بيحبش المعلومات الجافة، دماغك يحب القصص، الستوري تيلينج. العلماء اكتشفوا إن سماع قصة بيشغل مراكز اللغة، مراكز العاطفة، مراكز الخيال، ومراكز الذاكرة، وحتى مراكز الحركة. عشان كده ليه بتحب الأفلام؟ وليه بتفتكر حكايات مش معلومات؟ وليه أغلب قنوات القصص ناجحة على اليوتيوب؟ لأن دماغك بيتعامل مع القصص كأنها حفلة عصبية، يعني بيشغل جميع المراكز، ولو عاوز أي محتوى ينجح حوله القصة. رقم 2، دماغك بيدافع عن رأيك حتى لو مقتنع إنه غلط. ده مش عناد، ده نظام حماية نفسي اسمه cognitive dissonance، التنافر المعرفي. يعني لما تعمل حاجة غلط أو تختار قرار سيء أو تحب حد مش مناسب، دماغك بدل ما يعترف إنه كان غلطان يقنعك إنه صح. مثلا واحد يدخل علاقة توكسيك ويقول لنفسه يمكن تتصلح، وواحد يعمل قرار مالي فاشل ويقول دي مجرد فترة وهتعدي. واحد يشتري حاجة غالية بدون لزوم ويقول أنا استاهلها. الدماغ بيحمي صورتك عن نفسك حتى لو ده هيخسرك. الحقيقة رقم 1، الإنسان بيغير شخصيته كل 7 سنوات بدون ما يحس. أغرب وأهم حقيقة في الحلقة، العلماء اكتشفوا إن الإنسان بيمر بدورات نفسية كل 7 سنوات تقريبا، بيتغير طريقة تفكيره، اهتماماته، قيمه، علاقاته، مستوى صبره، وطريقته في التعامل مع الدنيا. وده السبب إن في صداقات بتختفي فجأة، وناس كنت بتحبها ما بقتش قادر تتعامل معاها، وحاجات كانت بتعجبك ما بقتش تلفت نظرك. حياتك بتاخد منعطفات غريبة بدون سبب واضح، لأنك ببساطة انت ما بقتش نفس الشخص اللي كنت عليه. وده مش شيء وحش، ده جزء من تطورك الطبيعي. دماغك بيعيد بناء نفسه لحد آخر يوم في عمرك. ودي كانت أغرب 10 حقائق نفسية، حقائق لو فهمتها كويس هتفهم نفسك وهتفهم غيرك. اكتب لي في التعليقات أي حقيقة فيهم صدمتك أكتر، ولو حابب نعمل جزء تاني قول لي عاوز جزء تاني وهبدأ أحضره فورا. ما تنساش تعمل لايك واشترك في دماغ تاني، لأن اللي جاي أغرب وأعمق وأقوى. خليك فضولي وخليك دايما مستعد، لأن دماغك لسه مخبي كتير. سلام.